تتصرفي ازاي. اقول لك احنا دلوقتي حالا لازم مثلا نقطع التواصل معاه، او احنا كده خلاص بصدد ان احنا نقدم بلاغ، او بصدد ان احنا نتواصل. يعني شويه حلول بنقدمها، والحمد لله جزء منها تقني، والحمد لله ربنا بيقدرنا ان احنا بنحل كتير الحمد لله منها. بيبقى بالتعاون مع مباحث الانترنت بالزبط. ولا بالظبط. في كيسز لازم نوصلها لمباحث الانترنت، لان البنت في الوقت ده لو ما قدمتش بلاغ يعني هي او اهلها او كده، لا خلاص هو احنا حاولنا معاك بكذا طريقه ما فيش امل. وخصوصا ان تعرفي يعني اغلب البنات بيبقوا عارفين مين اللي بيبتزوهم، فتقولك مثلا ده كنت بحبه ووثقت فيه وبعت له صور وكذا. عشان كده انا دايما اقول للبنات يعني مهما كان ثقتك في حد يعني ما تامنيش قوي كده، ما تبعتيش صور لحد حتى لو انت واثقه فيه، حتى لو خطيبك ما تعمليش كده. فطبعا ده تحت يمكن المشاعر الفياضه اللي بتبقى يعني طبعا حاله الحب فيها، فممكن ده يحصل بسهوله. طب تواصل البنات مع حضرتك بيكون على الويب سايت، هل بيبقى في زي كونفرسيشن بينكم انتوا الاثنين بيعرفوا تقعدوا تتكلموا؟ في كذا طريقه للويب سايت اللي هم للتواصل. يعني في الشات بوت انا عملته ده برضو جزء منه AI، يعني برد عليهم في نفس الوقت. هم بيتكلموا بيبعتوا الرساله بتاعتهم او الاستفسار على الويب سايت، وانا بيوصلني على الموبايل فبرد فورا عليها. وبتحتاجي تعرفي ايه منها؟ يعني انت حضرتك قلتي ان هم بتهتمي